الإخوة الأعزاء، مرت علينا في هذا الأسبوع أيام مؤلمة سقط فيها العشرات من أهلنا في سوريا في خضم فتنة شارك فيها بعض السفلة والمجرمين والخونة خدمة للعدو الصهيوني. طبعا هذه الحادثة لن تفت في عضد المؤمنين ولا في سوريا، بل بالعكس، هذه الحادثة ستفتح الأبصار وتفتح العقول وتعيد كثير من الأمور إلى أماكنها. لكن على المقلب الآخر هذه مسألة خطيرة جدا على من يصنف نفسه أنه من الأقليات. لما أنت تريد أن تقول لأهلك ولجيرانك ولأمتك أنك جاهز أن تستعين وتخدم أحقر الناس وتضر بنفسك أولا وليس بأهلك؟ أنا رح أقدم لكم من الأخير. حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة وكان فيها بعض اليهود، وقع معهم اتفاقية تعايش واتفاقية أمور تسمح بالحياة الطيبة، لكن غدروا وتعاونوا مع الأعداء إلى النهاية، إلى أن اضطر النبي أن يجليهم. اللي ظانن واللي محتمل أنه نحن نتاكل وأمتنا تتفتت، لك أنت ما أنك شايف شيء بالدنيا. لك حتى نتنياهو وترامب يدركان أنهم يحاولان دفع المصير المحتوم للكيان. في مصير محتوم وقريب أقرب مما تظنون لهذا الكيان. حدا تساءل ليش عم يتصرف هذا الكيان بهذه الطريقة العمياء، يضرب هنا ويضرب هناك ويحاول يوحي بأنه هو القدر وهو القضاء وهو الذي يمنع وهو الذي يفعل؟ ببساطة يحاول أن يدخل أنفه في سوريا. هذا ضعيف وخائف ومرعوب إلى درجة يحاول أن يختبئ وراء كم درزي بسويدة. إلى هذه الدرجة وصل خوفه وضعفه. فهمت وين؟ ويريد أن يظهر لأن القدر انتهى. هذا الكيان يعيش الاحتضار. أنا لا أحاول أن أضخم الأمور، هاي حقيقة الكل يدركها. أول واحد يدركها هو نتنياهو، نفس نتنياهو. ولهذا هذا الضجيج. أنا أذكر هذا حتى أذكر بعض الجهلة، بعض الحمقى، بعض الخونة، بعض قليلي الشرف أنكم ستخسرون دنياكم وشرفكم وأرضكم وبلادكم إذا ما أهل العقل وأهل الوعي وأهل البصيرة وضعوا حد لهؤلاء المجرمين الغوغائيين. معقول؟ على كل حال، فأنا أنصحكم وبكرر النصيحة: ما في أمل، في موت، وما في داعي تقول يا حيف ويا ندم. أنصح أهل السويدة وأنصح غيركم: يا إخواني، خذوا عبرة من الماضي. وأنتوا كلكم بكرة على المزبلة حتى عند أولادكم بيخجلوا أولادكم من ذكر أسمائكم. أنتوا لعنة رح تصيروا. على كل حال، مثلا خذ إلى الآن
رغم كل ما صار بسوريا، ورغم كل العدوان، ورغم كل الهجوم الإسرائيلي على سوريا وتدمير سوريا، ورغم كل التحريض والفتن، وبالأمس كان الطيران الصهيوني يهدم دمشق. نحن في لبنان مثلا الجولاني رح يجيكم من جهة الهرمل، لا أطلع على بعلبك من جهة الشرق، لح كذا، والناس على حمقها على تعتيرها بتصدق. نسينا أنه عدونا الإسرائيلي اللي عم يهجم علينا يوميا ويقتلنا هنا وهناك، وصرنا كلنا ننظر إلى الشرق أنه عدونا في الشام. لاحظ في الوقت اللي عدونا الحقيقي يضرب الشام ويضربنا. نحن في هذا الوضع ألا يحق لنا أن نعيد النظر ونسأل عمي نحن أغبياء، نحن أهل دين، نحن أهل حمق؟ شو؟ طب واضح نحن مستهدفون كلنا سوا. لك حتى إذا ما كنا متدينين كنا عم ندور على مصالح دنيوية، كلنا نسقط في نفس الحفرة.